تحية لكم إخوان كي دايرين بخير، نتمنى تكونوا على خير. معكم كوتش مراد. فيديو جديد غادي نهضر على الوداد، وغادي نهضر على الماتش ديال غدا إن شاء الله اللي غادي يلعبوا ضد اسفي بمدينة اسفي. غادي نشوفوا الستاتيستيك ديال الخصم اللي غنلعبوا معاه، نقطة الضعف ديالو، نقطة القوة، لي ماتش الأخرين اللي لعب. هادشي كامل غادي نحاولوا نديطايوه في لابليكاسيون اللي مورايا اللي معروفة اللي هي سوفا سكور. كيعطيو لي ستاتيستيك مزيانين لي ماتش، وغادي نشوفوا الامور كيفاش دايره وغادي نرياجيو. اولا نمشيو نديرو هكا باش تشوفوا الرؤيه تكون عندكم مزيانه، ونمشيو ندخلو لاباج. نشوفوا هنا ها هو الماتش اولمبيك اسفي ضد الوداد مع الربعه، غيتلعب في ملعب المسيره، غادي يكون منقول في الرياضيه. نمشيو نشوفوا الخصم اللي هو اسفي، مركز مكلاسين المركز 16 اللي هو الاخير. عندهم 7 الماتشات، رابحين ماتش واحد، متعادلين جوج، وخاسرين 4 الماتشات. ناقص 8 عندهم، ماركين 5 وتماركي عليهم 13. 4 ديال الهزائم متتالية ها انتم كتشوفوا. نمشيو نشوفوا الستاتيستيك ديالهم. ها هو الستاتيستيك، 7 الماتشات. عندك المعدل ديال البيوتا في الماتش 0.7، ما عندهم حتى شي بيلانتي. shots per game 9، dribbles per game 9.9. نمشيو لي باس بوسيسيون عندهم 46.5%. الباس 200 عدد لي باس اللي كيدار في الماتش، المعدل ديالو 291 طريق، زعما كاين بالنسبة هي 80%. لي لونغ باس في الماتش 24 باس معدل. لي سونتر 4.4 32. ومع هذا لي دويال ها هو لا ديفونس، نشوفو حتى لا ديفونس كلين شيت داروها مرة وحدة. معدل ديال الأهداف لي أونكيساو ولا اللي تستقبلوا في الماتش هو 1.9. الانترسبسيون هي قطع الكرات، زعما كاين التوقع ديالها فينا تكون 33.3. هادي سيفز بير جيم تتعني زعما كاين شحال من الكره عتقوا في الماتش 3. الكرات المسترجعه 77. نمشيو نشوفو عاوتاني ها هما لي ماتش ديالهم الاخرين. عندك خسروا ضد الفتح ب2-1، خسروا ضد الماس ب4-0، هي لي ماتش اللي سميتو، خسروا في الديربي ديال دكالة عبده ب2-1. صراحه فهمتي كمجمل الا مشينا نشوفوا الستاتيستيك ديال هذا الفريق هذا، فغنقولوا فريق ضعيف، حيت لا الكلاسمون ديالو لا الارقام اللي كنشوفوا دابا فهي ارقام جد 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 ضعيفه. ولكن ملي غنشوفوا ليستوريك ديالهم ما بين الوداد واسفي، فديما كيخلقوا لنا مشاكل، خصوصا في ملعب المسيره، ملعب ديال اسفي كيكونوا عندنا مشاكل تماك. نتمنى ان غدا ان شاء الله اللعابه ديال الوداد انهم يكونوا زعما كاين في نهارهم، ويكونوا عارفين المسؤوليه اللي عليهم، ان 3 بوين ماشي سهله ولكن ماشي صعيبه. الا كان نفس الانطلاقه اللي انطلقنا مع مكناس ولا مع حسنية اكادير وسجلنا 2 اهداف، ولكن لا جيستيون ديال الماتش تكون احسن، فراه يمكننا ونربحوا ان شاء الله بلا مانيير، ونجيبوا 3 بوين اللي غادي تعطينا الصداره. حيت الا جينا نشوفوا المنافسين الاخرين فعندهم ماتشات صعاب. لا الجيش الملكي اللي غيواجهوا الماس، لا فريق الرجاء واللي عندهم ماتش مؤجل مع بركان. فهنا هذه هي الدوره اللي يمكنك انت تنفرد بالصداره وتوقف البطوله وانت كمتصدر. اخر حاجه غادي نمشي نشوفوا، غنمشيو نرجعوا نشوفوا الماتشات اللي كانوا بيناتنا. الا طلعوا لي هنا آه، اخر ماتشات لعبناهم
هنا ما كاينينش، ما عطاونيش الماتشات آخر ماتشات، ولكن على ما أظن أنه كاين تقارب بزاف في لي ماتش. تنعقل أنا آخر ماتش تلعب بيناتنا هو آآ الماتش اللي كان اللي تسالى في ماتش في الموسم الماضي تماك ب1-1 كنا رابحين وسالينا ب1-1. هنا تنشوفوا هنا لا comparaison ما بين لي كلوب في 7 الماتشات اللي تلعبوا، كاين فرق شاسع. ماتش البيوت اللي ماركينا حنا، البيوت اللي ماركاو، الأهداف اللي تسجّلت عليهم، الأهداف اللي تسجّلت عندنا، لي زاسيست، أهداف بالنسبة لي فكاين 1.0 ك ك كفرق. النسبة يمكن ديال لا بوسيسيون قريبة، حنا 48 وهُما 46. معدل ديال لي باس فهُما فايتيننا تقريبًا، ولا نفس النسبة 80.1 واحد وحنايا 80.8. حنا يمكن أكثر منهم من ناحية النسبة. المهم هذه كما قلت إحصائيات اللي حنا الطرف الأفضل في هذا الشيء، نتمنوا حتى في رقعة الميدان نكونوا الطرف الأفضل. شكرًا لكم، تابعتونا في هذا الفيديو هذا، نتمنوا أنكم ديروا بارطاج، ديروا دي لايك تشاركوا معنا الصفحة. دمتم في رعاية الله وديما